اللي منوريني على قناتي قناة ابداعات رودينا، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنبدا الكلام بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل ايه بعلبه الجل دي النهارده؟ ان شاء الله هعمل لك فيديو باذن الله يعجبك، وفي نفس الوقت ممكن تاخديه مشروع حلو يعمل لك دخل في البيت. يلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. حاجه حبايب قلبي قبل ما نبدا ان احنا نزغرفها، هنغير اللون بتاعها. خالص اهو، نشفت بسرعه. هنروح بقى المطبخ باي مفكه او اي سكينه قديمه عندك، وهنسخنها ونبدا نفتح بقى مكان الحصاله، فلوس الحصاله. يلا بينا نفتحها ونرجع تاني. اهو يا حبايب قلبي بتسخني كده وتيجي مجرد بس ان انتي تضغطي كده. الحجم ده كويس. ولعي تاني. نفتح بس عشان خاطر يا دوبك بس تدخل الفضية وتدخل الورق. بكل بساطة كده. بس يا ماما اعتقد كده حلو كده. كده تدخل الفضية وتدخل اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده. فتحناها كده. يلا بينا بقى. بعد ما فتحناها يا حبايب قلبي، بصي بقى، انا عندي مشابك زياده فهعمل بيها. انت يعني مثلا مش عايزه مشابك، عشان انا برضو بدخل دماغكم كلكم، بعرف ايه اللي ممكن، يعني ممكن حد يقول لي خساره المشابك ومش خساره المشابك. لا، انت برضو ما بترميهاش، انت برضو بتعملي حاجه فايده. فلو مش عايزه تحطي مشابك، حطي العصيان بتاعت الجيلاتي الخشب دي. احنا فتحناهم يا حبايبي اهو بالشكل ده. بتجيبي بقى الشمع بتاعك. هنخلي بس الغطا دلوقتي شغله، مش هنعمله دلوقتي. هنبدأ كده بقى نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ اننا نعمل كده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص حبايبك ما وحشكيش؟ لا وحشوني جدا والله. حبايب قلبي هتبقى بالشكل ده كده اهو. بصوا شكلها حلو ازاي، لسه برضو عندنا استراس بسيط مش كتير، وعندنا شرايط ستان كم قطعة كده بس مش كتير. هنعمل بس كام وردة بساط، الوردة التقليدية بتاعتنا العادية، عشان نزوق الغطا بتاعنا ونخليها شكلها لطيف، يحبب طفلك ان هو يحوش فيها. لو عجبتك الفكرة وعجبك الشكل، ممكن تاخديه مشروع. لو شايفوا حصالة شكلها لطيف، خصوصا الاطفال الصغيرة زي احمد ابني كده مثلا، يحبوا يشيلوا فيها. مش عايزة واحدة بسان؟ اه يا ماما. هتحوشي بسان؟ طبعا. الوردة بتاعتنا اللزوزة الحلوة السهلة. نحط بقى لولي، واحدة لولاية كده. عندك كبير عندك صغير، الموجود عندك هيسد اهو يا حبايب قلبي. كده خلاص تعتبر خلاص حضرنا شغلنا ان شاء الله. انا يعني هتطلع زي ما انا متخيلاها. وارجع بس افكركم اللي عندها ازمه في المشابك ومش عايزه تحط مشابك، بس المشابك بتديها شكل لطيف. على فكره انا مش هدهن المشابك ولا حاجه، انا هسيبها كده بالشكل ده اهو يا حبايب قلبي. عملت كام واحده اهو بصوت مش كتير. هنبدا بقى. اول حاجه نجيب الغطا وبسترس بسيط كده نلف بس عشان الشكل يبقى لطيف كده اهو.
كده بس نجمل ايه الغطا بتاعنا كده، لان هو اللي هيبقى الاساس، يعني الاساس بتاعنا هيبقى الغطا اهو يا حبايب قلبي. اهو دارينا حتى لو اللزق فيه ديفو ولا حاجه. نيجي بقى كده بالورد اللي احنا عاملينه، نيجي بقى واحده واحده نزين حوالين الغطا كده بشكل لطيف كده. شريط ستان احلى اشيك، يعني انا بفكر معاكم وانا شغاله. رفيع كده عريض، بس رفيع برضو هيبقى شكله لطيف كده. كده يا حبايبي. نيجي بقى كده هنا تروحي حاطه ورديه كده بالشكل ده. شكلها جميل قوي قوي بجد. بصي بقى نقفل علبتنا اهي بقت كده. نجيب فلوسنا بقى ونحطها فيها. حبايب قلبي نحوش بقى فيها فلوسك بتاعت احمد. لا انا اللي هاخدها. لا احمد اللي ياخدها. لا يا ماما انا هاخدها بجد والله. احنا هنتخانق عليها على فكره. هتتخانقوا عليها انتوا التلاتة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعملي كده وياخدوا بقى فلوسهم اللي حوشوها ويرجعوا يقفلوا تاني ويحوشوا من اول وجديد. اهو يا حبايب قلبي، يا رب الفكرة تعجبكم. على فكرة حلوة برضو المشروع، حلوة المشروع بجد، جميلة لذيذة. انتوا عارفين ان الحصالات بيبقى شكلها مش حلو، الولاد حتى ما بيرضوش يحطوا فيها، لكن لما تجملي شكلها كده وتخليها بحاجات بسيطة قولوا له كلفنا ايه، يعني احنا كل شغلنا فيها بسيط جدا ما فيهوش اي حاجة. اهو يا حبايب قلبي عملنا حصالة شكلها شيك جدا ولطيفة جدا. يا رب الفكرة تعجبكم والعلبة تعجبكم. علبة الجل اوعي ترمي علبة الجل لانها كنز. زي الفل زي الفل. يلا بص. يلا الفيديو عجبكم قناة ابداعات رودينا بفيدكم. اوعوا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في فيديوهات جديدة وابتكارات جديدة وابداعات جديدة. باي باي.